عاوزين نعملها مقطوره بقى. غسل بره. عايزين نعمل مقطوره يا ابني. بيجي عايز اعبد على العزبه. طبعا الناس اللي بتعلق تعليقات سلبية وبيقول لك السكوتر ده اخره يشيل 30 كيلو و50 كيلو. احنا حملنا لكم زيادة عن 200 كيلو، يعني احنا وزننا احنا التلاتة اقل حاجة 230 كيلو. طبعا ناس كتير علقوا عليها عشان قال لك ده اخرها تشيل 30 كيلو، اللي قال 50 واللي قال 70. احنا شيلنا عليها زيادة عن 200 كيلو. انا حبيت اعمل لهم فيديو عشان اعرفهم اللي هي دي حاجات حدادي ودي حاجات مصنوعة في مصر. دي حاجات مصنوعة في مصر. ده لو صيني او جاي من بره كان زمان بقول لك ده ايه، ده ماليش حال للراجل اللي عمله ده. انما ده عشان دي صناعة مصرية. طبعا الناس علقت عليها وقال لك لا ده خردة، ده مش كويس، ده مش هيقدر يشيل. لا انا وريت لكم اللي هو يشيل قد ايه. طبعا لو اي سكوتر تاني شال الوزن ده هيتفسخ من بعض. طبعا احنا مش هنشيل عليه الاوزان دي واخره فرد مثلا 70 كيلو 80 كيلو 90 كيلو، انما مش هنشيل عليه 230 كيلو زي ما احنا عملنا دلوقتي. بس انا بوري لكم قوته قد ايه، ان هو يقدر يستحمل. لان ده لو حاجه من اللي هي بتتباع دي اللي بتيجي من بره وراكب عليها الحموله دي ان شاء الله هتيجي نصين، انما دي حاجه هتعيش العمر. وانا يا عم ما ببيعش، انا بنزل لكم الفكره بس، بدل لكم تصنيعها وبديكم الفكره وانتوا تعملوا. لان انا بعمل الحاجه وبنزلها لكم مش ببيعها، بديكم الفكره بس عشان اللي ما عندوش فكره يعملها. اي حداده يعملها لك عادي. ننزل لكم فيديو بالتصنيع كامل بالمقاسات المظبوطه. ده سكوتر تصنيع فكري سلامه.